ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ واهلا بيكم مرة تانية في شرح جديد على قناتنا فكر تكنولوجي. مين منا مزهقش من زحمة الكابلات ومشكلة نقل الملفات من الموبايل للكمبيوتر والعكس؟ طب مين منا ما اتخنقش من بطء النقل بالكابلات؟ اكيد كتير مننا حصل معاه الكلام ده. في شرح النهاردة هقول لكم ازاي تنقلوا الملفات من الموبايل للكمبيوتر والعكس بسرعة وبكل سهولة بدون كابلات. يلا بينا نبدأ الشرح. اولا هندخل على موقع البرنامج علشان نقدر نحمله على البي سي، وده موقع البرنامج. وهنا بتقدر تحمل على حسب نوع النظام اللي عند حضرتك، يعني اذا كان نظامك اندرويد ده بالنسبة لهواتف الاندرويد، او اي او اس بالنسبة للايفون، او ويندوز فون بالنسبة لانظمة نوكيا القديمة، او ويندوز وده الخيار بتاعنا للكمبيوتر. بعد ما بنحمله بيظهر لنا البرنامج بالشكل ده، بنضغط عليه، بندوس على accept ونكست. في نكست بيتسطب، طبعا عشان انا مسطبه بنفتح البرنامج، بيظهر لنا اختصار على سطح المكتب بالشكل ده. بنفتح البرنامج، دي واجهة البرنامج على الكمبيوتر. دلوقتي انتهينا من المرحلة الأولى واللي هي من خلال الكمبيوتر. بالنسبة للمرحلة التانية وهي هتبقى من خلال الابليكيشن على الموبايل. بعد انتقلنا للموبايل بنسطب البرنامج ده عن طريق البلاي ستور. هحط لكم الرابط اسفل الفيديو في الديسكريبشن. هنفتح البرنامج، بتكون دي واجهة البرنامج. بنضغط على علامة الثلاث نقط والصورة اللي موجودة في الجهة اليمين من البرنامج. بيظهر لنا مجموعة من الخيارات، أهمها بالنسبة لنا اتصال بالكمبيوتر. طبعا كل ده بيحصل أثناء ما يكون البرنامج مفتوح على الكمبيوتر. دلوقتي البرنامج بيعمل بحث عن جهاز متصل بالشبكة الخاصة بيك. لو حصل وجابلك ان هو ما تمش العثور، بتبتدي تستخدم فحص الاتصال. لما بتستخدم فحص الاتصال بيظهر ده الشكل على الكمبيوتر. بنضغط رمز الاستجابة السريعة، بيظهر هنا ان جاري الاتصال، كده بيقول انك متصل بالفعل. بعد الاتصال كده انت بقيت متصل بالكمبيوتر، وتقدر تبعت اي ملفات على الكمبيوتر بكل سهولة. وبيكون دوت شكل البرنامج بعد ما بيحصل اتصال على الكمبيوتر. وبيظهر هنا موديل الجهاز او الموبايل اللي عليه الابليكيشن، وبيظهر الاسم بتاعه والصورة. وبيظهر هنا ادوات الارسال عندك، يعني لو عايز ترسل ملفات او صور او لقطات من الشاشة بشكل مباشر وتبعتها. وهنا بيظهر خيار قطع الاتصال، ده لو انت عايز تنهي الاتصال بموبايلك. لو احنا عايزين نرسل من الكمبيوتر صورة او ايا كان نوع الملف،
اللي هنبعته للموبايل. عندنا طريقتين، يا إما بنضغط على الصورة وبنختار مكان الصورة بأي شكل، نختار الصورة من هنا ونعمل open، فبتتبعت بالشكل ده وبتظهر الصورة على الموبايل بالشكل دوت، اسم الصورة والصيغة بتاعتها والصورة بيقول لك نجاح. دي الطريقة الأولى اللي ممكن تبعت بيها من خلال انك تضغط على نوع الشيء اللي انت عايز ترسله. في طريقة تانية وهي طريقة السحب، ودي أسهلهم. يعني مثلا عندك صورة عايز تبعتها مباشر على الموبايل، مجرد ما بتسحبها بيتم نقلها بالشكل ده وبتظهر على الموبايل بالشكل دوت. اما لو حبينا نبعت من الموبايل للكمبيوتر، فهنا بكل سهولة كأنك بتبعت لأي موبايل تاني عن طريق برنامج الشير. بتختار صورة أو ملفات أو أيا كان نوع الملف اللي انت عايز ترسله، وليكن هنبعت صورة. بتختار أي صورة من الصور اللي عندك ونعمل التالي. بمجرد ما دوسنا التالي نجاح وتم إرسال الصورة. ولو انتقلنا للبرنامج على الكمبيوتر عشان نتأكد، بيظهر هنا إن الصورة اتبعتت بنجاح. ومن خلال الأيقونة اللي فوق ديت بنقدر نفتح مكان حفظ الصورة. وبكده يكون انتهى شرحنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة. دمتم في سلام الله.